السلام عليكم ويا هلا بكم بحلقة جديدة. طبعا مثل ما وعدتكم راح تكون حلقة هذا الأسبوع عن الحمام الملكي. هاي الفترة اللي فاتت وصارت هواي تطورات ويا هذا الطير، من طيور جديدة انضافت للمحمية ومن طيور انولدت حديثة. بما أنه موسم إنتاج فهذا الطير يحتاج هاي الفترة عناية أكثر من السابق، من تغذية والاهتمام من ناحية العلاجات من الأمراض اللي قد تصيب هذا الطائر في مواسم. اللي لاحظ تغير بصوتي فأنا هالأيام شوي أنا من وعكة صحية. المهم نرجع للتغذية، بما أنه موسم إنتاج وهاي الطيور عندها أفراخ فتحتاج التنوع بالتغذية. الغذاء الرئيسي اللي هو متعارف عليه عن الحمام الملكي اللي هو الدخل، يعني بصورة رئيسية وما ينقطع عنه طول السنة. بس احنا بهيج فترة وخاصة الموسم الصيفي نقدر نضيف له إضافات تغذية للحنطة، حب الكتان، بالإضافة للتمن المطبوخ والخبز. أنا دائما يعني طول السنة أنقع لهم خبز وأضيف لهم بشكل يومي، وما شاء الله على هاي التغذية أنا حصلت إنتاج على طول السنة. بالإضافة للتغذية أنا ضفت لهم نوع من الدفء الموسم الشتوي، غلفت المحمية كلها بغلاف نايلون. هذا التغليف حماية من أكبر عدو أنا أعتبره للطيور، اللي هي الرياح المباشرة. الرياح تضرب الطير بصورة مباشرة راح تسبب له العديد من الأمراض. طبعا وبناء على طلباتكم بالتعليقات راح أتناول جزء من هاي الأمراض اللي قد تصيب الحمام الملكي. عندنا بالموسم الشتوي وهو يعتبر موسم الأخطر بالنسبة لهذا الطائر، نصيب العديد من الأمراض واللي قلنا عن طريق الرياح المباشرة مثل التنفسية. وهذا المرض يا اما يصيب الطائر ويتكون به عن طريق البرد، او قد يأتي محملا بالرياح ينتقل من طائر الى اخر. المرض الثاني وهو الاخطر مرض بين الطيور كافة، مو بس يعني الحمام الملكي، اللي هو نيوكاسل. النيوكاسل يا اما يأتي عن طريق الرياح، ايضا لازم اللي يريد يحافظ على طيوره يحميه من الرياح المباشرة حتى يتخلص من هذا المرض، وهاي طريقة الانتشار. أما الطريقة الثانية أنت يعني حامل طيور ومغلفهن وما تصيبهن الرياح مباشرة، لكن هذا المرض يمكن أن ينتقل عن طريق الأمهات أو بالجينات الوراثية. يعني تكون الأم مصابة والأفراخ سليمة، لكن بعد فترة يظهر عليها هذا المرض. هسه عندنا ما شاء الله هاي الحمام الملكي أول بياض الهوي ما شاء الله ذن فراخه. وذن هنا بداية تجهيز عش. هسه نرجع للمرض اللي كنا نتحدث عنه اللي هو نيوكاسل. طبعا حتى نتلافى هذا المرض لازم نكون دقيقين باختيار الأمهات، أن تكون سليمة، تكون الطيور سليمة، ويكون مصدر الأخذ منها موثوق، يعني تأخذها من شخص موثوق. أنا ما أنصح بأخذ الطيور من السوق، وخاصة بالفصل الشتوي، لأن ما تعرف إيش فيها ما بيها. وطبعا يعتبر الفصل الشتوي هو خاصة فصل تكاثر وانتشار الأمراض، وكون هذه الطيور تعتبر مقاومتها للحر أكثر من مقاومتها للبرد. والنصيحة الأهم من تشتري طيور لازم تلقح. الطيور الكبيرة لازم تلقح لقاح ضروري، لقاح كون تلقح قبل لا أو تدخل للطيور البقية، يعني تكون معزولة أول ما تشتريها وتتلقح، بعدين تدخل على الطيور اللي عندك. يعني من تلقحها تنتظرها أسبوع بعدين تدخلها على الطيور اللي عندك. هاي أنا أحكي عن مرض النيوكاسل. طبعا اللقاح حتى الطيور السليمة هاي بالفصل الشتوي، لأن الطيور السليمة راح تاخذ اللقاح وتتماشى وياه. أما الطيور المريضة من تتلقح لقاح النيوكاسل راح تموت. وهذا الشيء انت أمنت الطيور اللي راح تدخل المحمية تكون عندها مضادات ضد هذا المرض. وثاني شيء تخلصت من الطيور المريضة اللي قد تسبب خطر للطيور اللي عندك. وأحسن شيء إن كان تربيتك تربية خانات، تقدر توفر درجة الحرارة المناسبة بالصيف.
وبالشتاء عن طريق ثرموستات. تشتري ثرموستات تضبط عليها درجة الحرارة اللي تريدها، يعني تضبط درجة حرارة المكان على درجة معينة أنت تريدها، وبهالشي تقدر تتلافى التغير المفاجئ بدرجة الحرارة اللي قد يسبب أمراض متنوعة للطيور. نجي الموسم الصيفي أو الأمراض اللي تنتشر بالموسم الصيفي، طبعا هي قليلة مو مثل موسم الشتوي، وتختلف من تربية المحمية إلى تربية الخانات. إن كان تربيتك تربية خانات وحاط الطيور بمكان معزول أو غرفة، فهنا لازم تتلافى التغير المفاجئ بدرجات الحرارة، وخاصة إن كان حاط مصدر للتهوية اللي هي المبردة، واللي ما أنصح بها أبد، خاصة بالأماكن هي ما بيها شي إذا كانت محمية تغيير الجو. أما إذا كان مكان معزول فما أنصح بها أبدا، راح تسبب الرطوبة العالية واللي تنتشر بها هواي أمراض، وبهالشي جزء ترى راح تسبب أمراض للطيور، أمراض شتوية بالموسم الصيفي. أما إذا كان تربيتك محمية أو تربية جماعية، يعني بصورة طبيعية بالأجواء طبيعية، ما أحكي عن خانات أو مكان معزول، فهنا ما لا تخاف من الأمراض، لأن أمراضها كلش قليلة، يعني شمسنا ما تخلي مرض على هالحر. فهنا بالموسم الصيفي يجوز يصيب طيورك الديدان أو القمل، فشوف الطير ضعيف وخامل ونشاطه أقل من بقية الطيور، مثل ما نقول مسيف الطير مشكلة، يعني يا اما تعالجه يا اما يموت، بس يعني على الاغلب يتعالج، لان مرض مو كلش خطير مثل الامراض نيوكاسل وغيرها. وشوف حتى الاكل مالته صاير قليل، ان كان ديدان فلازم تعالجه، وان كان قمل هم لازم تعالجه بخاخ ترش على ريش الطير. بس بصورة عامة انا انصحكم الوقاية خير من العلاج، لان ما تعرف وين دائما الطيور اغلبها من تتمرض ما تتعالج وتموت، يعني على الرغم من تجيب علاج وتعالجها بس ما ينفع، ما درسوك بالعلاج نفسيته بالتشخيص البيطري. والمهم قلنا طريقة الوقاية انه نحمي الطيور من الرياح المباشرة ومن التغير المفاجئ بدرجة الحرارة، وهاي اهم شيء حتى تحافظ على طيورك سليمة. هنا ما شاء الله هذا فحل المشجر، هنا عندهم بيض، طبعا زوج على الطيرة الحمراء، نشوف شنو راح يذبح. واللي ما يقدر يميز، معلومة اللي ما يقدر يميز بين أو صعوبة التمييز بين الذكر والأنثى بالحمام الملكي، فهي من خلال عينهن تكون العين بالأنثى فاتحة، الجفن فاتح، والفحل بارز أكثر بروز ولونه أغمق. أما إذا كان ما يقدر يميز من هاي الطريقة، فإذا كان بيضات الأنثى ترقد على البيض فترة الصبح والمغرب، أما الذكر يرقد فترة الظهرية على البيض. وهاي تقريبا بأنواع متعددة وهواية من الطيور هيك على هالمستوى أو على هذا النحو، يعني مو بس بالحمام الملكي، يعني بصورة عامة بالحماميات كلهن. طبعا لهنا أنا ينتهي شرح الفيديو، بس أخليكم ويا الفيديو لنهايته. أتمنى اللي حكيته كان مفيد.